يا جماعة عايزين نعرف مكان بيت عبده عشان لو سحب تاني نجيبه من قفاه. الحمد لله ما حدش يعرف مكان بيتي. ايه ده؟ شارع ده فوق عم حماسة بتاع الطعمية. وقفطنا خلاص السلام عليكم، معاكم عبده امدي في مقطع جديد. النهارده هنلعب لعبة رفط او واحد في المحيط، مش هتفرق يعني. طيب اللي حصل ان انا كنت ماشي بالطياره كده انا وشويه من اصحابي، فالمهم الطياره فرقعت بينا وقعنا، واصحابي الجرادة اللي انتوا شايفينها قدامكم دول. انت اللي بدأت. انا اخلص. لا يا انت اللي بدأت. يا شاكر شاكر انت اللي شاكر. فقررت ان انا بما اني محب للبيئه طبعا، واصحابي قرروا ان هم يوسخوا البيئه بتكاثرهم الجميل الكتير اللي في منهم هنا ده. قضى واحد من اصحابي جه لحد عندي اهو. طبعا اظن ان الكل عارف لعبه رافت او وحيد في المحيط، يعني اللي انت بتقولها يا صاحبي. فقررت ان انا هلعبها بقى، يعني حرفيا مش لاقي اي حاجه العبها. روبلوكس ما عادش عارف ايه الجديد وايه القديم فيها. ماينكرافت اخر فيديو انا منزله هو عن ماينكرافت اصلا. فري فاير يعني بصراحه ماليش تو ان انا العب فري فاير. ستامبل جايز مش عارف ايه اللي حصل فيها، باظت عندي خالص. فيب الامور غريبه نوعا ما. فكرت ان انا هلعب رافت طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي. الطياره القصه اللي بتحصل دي، الطياره تتكسر وان احنا نقع دلوقتي نبقى واحدين في المحيط، فاهم انت كده. فطبعا زي ما انتم شايفين حوالينا زباله وصناديق كتير، وده يدل ان احنا عالم معفن. فانا طبعا بما اني محب للبيئه قررت ان انا هستثمر بالزباله المعفنه اللي الناس عماله ترميها في البحر دي و... يا وبالزباله. نهار اسود، ايه ده يا جدع ده؟ الواد ماله ما بيجمعش. استثمر واكبر بقى منطقتي بقى، وابني لي هنا قلعه قايتباي بقى، واظبط الدنيا. انت متخلف يا ابني. المهم من غير ما نضيع وقت خلينا نشوف اول بالمير ترش هنلاقي فيه ايه. طيب لقينا خشب ولقينا حبة مسامير وزرع وورق. بس خلينا بقى نكمل تنظيف في شوية من العالم كده بقى، وايه نرجع لكم عشان ما نطولش عليكم. بصوا اقول لك هنطول عليكم بقى وانا اقعد اوصف في كل حاجة، يعني سلام عليكم كده ما ينفعش. ايوه واتي في برميل الترشي ده بس في البداية. برميل الترشي يا رب حبة مخلل. وات فيراري في ايه يا عمنا؟ حمار انا حمار. اه بيقول لي اعمل شاكوش. محتاج اتنين خشب وتلاتة ورق. اوكي احنا عملنا الشاكوش. بالشاكوش ده هناخد الحاجات اللي زي الخشب دي كده بقى ونعمل بلوكات. انا انبهرت. انا بهير نفسي انبهرت. طبعا احنا عشان نعمل بلوكات نفتح الكرافتنج هنا. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ البلوكة الواحدة محتاجة 5 خشب واربعة حبل واتنين ورق. طب الحبل بيتعمل ازاي بقى؟ هنجمع بقى شوية ورق وشوية حاجات عشان نظبط المنطقة وارجع لكم. طيب يبقى معانا 27 خشبة و22 مسمار و22 مسمار مع دول و15 ورقة قصدي 21 ورقة و15 زرعة. بالصلاة على النبي دلوقتي نقدر نقول إن إحنا نقدر نطور نفسنا شوية. أيوه أيوه. بقت ورق وحب. انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. ده واحدة بس اللي أقدر أعملها. أوه ماي جاد. طب نحطها بقى، عايزين نحطها باحتراف عشان طبعا يا عم قرش ما لسه ظبطنا. في قرش في اللعبة صح؟ بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي بقينا 2 في 2 دلوقتي. بقينا يعني احنا كنا متر في متر بقينا متر في 2 متر. بالصلاة على النبي. تعالى 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 انت ايه اصلا ما اعرفش. اوكي 4 ورق بالصلاة على النبي. طب عايزين نعمل عايزين نعمل ورق برضه. اوكي الاكل بتاعت الاكل وبتاعت الشرب برضه. ان هي بتاعت الشرب ولا هي بتاعت الاكل؟ المهم عايزين الاول نعرف احنا بنعمل ازاي الحبل. اوكي الحبل من هنا اهو. اعملي كله بالصلاة على النبي حبال. ودي كوبايه. اوكي كوبايه. وده جردل معرفش ايه لازمته بصراحه، بس هعمل واحد برضه. ودي ايه؟ دي عشان الوحش. اوكي وهات السناره عشان نصطاد وناكل. بص هنظبط نفسنا دلوقتي احنا بالصلاه على النبي. بقينا اقفل بقى اقفل. السلام عليكم. طيب دلوقتي معانا دوت عشان طبعا لو القرش جه. انا قلت وحش مش عارف بس تقريبا انا قلت وحش. معانا ده عشان طبعا لو عمو القرش جه
ودي تقريبا بنملاها ميه من هنا. اوكي يبقى لا. دي مش عارف بصراحه، تقريبا كنت فاكر احنا بنملاها ميه من هنا ونحطها على النار تغلي فتبقى ميه حلوه فنشربها. اوكي، واللعبه عماله تطردنا كل شويه مش عارف ليه. وبرميل دوت مش عارف بنعمل بايه، وده الحبال طبعا اللي احنا هنكبر بيها دلوقتي منطقتنا. بالصلاه على النبي، هات لي بقى كمان كده ايه، واحده من دي هنا وواحده كمان. وات الحبال خلصت. وات بالسرعه دي. ويت، طب ما انا معايا اربعه، انا ما عملتش بيهم ليه؟ لحظه كده، ايوه هات لي كمان حبل يا عمنا. ده مش حبل، دي البتاعه التانيه. طب انا اقدر اعمل اتنين كمان مش واحده بس. ايه في اللي بقى كده دي. يلا يا حبايبي يلا. اوكي دلوقتي عملنا عشة فراخ بالصلاة على النبي، اتطورنا وبقينا جامدين جدا. تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى تعالى، انت جاي عندي برجلك وعايز تمشي. خلينا بقى دلوقتي نعمل ايه، فين ايه ده؟ هي مش من هنا، كان فين بتاعة الماء والشرب اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي حالا؟ هي هنا ولا ايه؟ ده غالبا هنا. ايوه، هات لنا دي، محتاجين خشب. ودي اوكي دي جاهزة بالفعل عشان نعملها. طيب عايزين بقى ايه، مكان كده استراتيجي فاهم، عشان لما القرش يجي، يعني احنا لو حطيناه في النص، لو القرش جه وكسر اي واحده منهم هتقوم رايحه واقعه على طول. طيب نحطها فين بقى؟ نحطها، لا لا يا باولو يا باولو. اقول لك خلينا نحطها هنا وخلاص، وربنا يستر القرش ما يجيش يكسر هنا. طيب دي بتاعت الاكل، بنولعها ازاي بقى؟ ما اعرفش. ايه ده؟ المهم خلونا نجمع بس حبه خشب للتانيه اللي احنا محتاجينها دي. تعالى لا تعالى. ايوه كده. ايوه. ايه جمعناها ولا لسه؟ ده هي بسيطة يعني. اوكي جمعناها هي كمان. دي بتاعت المية بقى، لفها لي بقى كده. ايوه ايوه لف كده، حطها لي بقى ايه جنب دي كده، ايه بس الناحية التانية. بالصلاة على النبي. دلوقتي بقى، اوكي يا جدعان انا عايز العب. دلوقتي الحاجات دي احنا بنشغلها ازاي؟ يعني دي تقريبا بنملى ميه من البقى. استنى، ده احنا بنملى من هنا الاول. طب لحظة، هو انا ما حطيتش فيها ميه اصلا؟ هي فيها ميه؟ ايه ده، انا طلعت فوق. انا مش فاهم اي حاجه. المهم كل اللي انا عارفه دلوقتي ان انا هجمع عشان اكبر منطقتي مش اكتر. فشويه برضو ارجع لكم كده لما نجمع حبه خشب حلوين. وغالبا القرش بيطلع في الليل، مش عارف، هو تقريبا كان بيطلع بالنهار وبالليل. بس انا لحد دلوقتي ما شفتش خلقته من ساعه ما بدات، فغالبا هو خايف مني غالبا، مش عارف. فممكن يطلع بالليل وقت ما انا بحاول انام، بس هو ما يعرفش ان انا ما عنديش سرير اصلا. فيب خلينا نجمع برضو شويه كمان وارجع لكم على طول بقى عشان نكبر بقى منطقتنا شويه. اهم حته الحته اللي هي اللي حوالين الاتنين دول، عشان لو القرش جه ما يعملش الواجب معانا. 2 hours later. طيب نكبر بقى المنطقه شويه. هات لي يا عمنا. اوكي ما عملتش الحبال، انا بقول فيا برضه. من هنا حبه احبال بس يا عم. احبال احبال، هي دي محتاجه ايه؟ بتاع الحديد دي بعملها ازاي مش عارف. اوكي خلينا نشوف بعدين. اوكي 23 حبل حلوين قوي، حلوين قوي. امسك لي بقى الشاكوش. مش عارف منكوش انت حبيبي عزيزي المتابع. اوكي الورق الحاجات اللي معانا يعني هتكفي كام بلوك. خلينا بس نعمل هنا وهنا وهنا وهنا، بس دول اضمن 4 بلوكات. اكتر بلوكات احنا محتاجينها دلوقتي لو يكفي هنا بالمره. اوكي ما عادش هيكفي. انا بقى معايا ايه الوضع دلوقتي؟ اشوف بس الوضع معانا عامل ازاي. اوكي اللي محتاجينه الخشب. نقدر نعمل واحده بس كمان لو جمعنا الخشب. هو في ايه؟ كل شويه عمالين يطردوني يا جدعان. والله انا ليا احترامي في اللعبه، انا منزلها على فكره يعني، ماليش داخل بلعبها من جوجل. تعالى يا عم حماد تعالى، عمالين يقلوا مننا وانت بعيد. اعمل لي واحده هنا، سلام عليكم. طيب دلوقتي مش عارف دلوقتي يعني ايه فاضل ايه احنا لسه المفروض نعمله. يعني احنا بالصلاه على النبي عملنا دي وعمل نصطاد بقى شويه بقى. نصطاد شويه عشان صاحبنا اللي هيجوع ده. بصوا بقى، اتفرجوا على الصيد بقى. الصيد والاحتراف. الصيد والاحتراف.
وانا بصطاد ازاي؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ ايوه اوكي افتكرت. طبعا لازم نخلي السناره دي في نص البتاع دي عشان نقدر نصطاد. اوكي ارفع بسرعه. ده ايه ده اللي احنا اصطادناه؟ ده كنز ده ولا ايه؟ فين اللي احنا اصطادناه؟ لحظه. وات؟ انا اصطدت ايه يا جدعان بليز؟ يعني انا ايه الوضع ماشي ازاي معاكوا؟ تعالى يا حماده، تعالى يا قلبي، تعالى تعالى برميل التورش. استنى ايوه كده. نكمل صيد. الصيد مفتاح الفرج. كان دايما فرج صاحبي بيقول لي الصيد مفتاح الشقه عندهم. 2,000 years later. A few moments later. يلا يلا السمكه التانية. ادخلي بسرعه، ادخلي بسرعه. اوه دي ايه دي سمكه من اللي هم اللي بيتحطوا في برميل الترشي دول ولا ايه؟ مش هو ليه كل حاجه برميل الترشي؟ مش عارف. سمكه. طب دي تتاكل؟ نحطها بقى على النار. حد يولع لنا النار يا رجاله؟ محدش مولعها؟ اه مفيش حد اصلا. طب ايه السمكه دي هتفضل هنا؟ طب حلوه دي كمنظر وخلاص. انت الكوبايه اللي انا مش عارف انتوا بتتملوا ازاي اصلا يعني، بالصلاه على النبي. تعال يا حبيبي تعال. تعال. خلينا بس نوسع برضو الحتتين دول. احنا ما عملناش حبال. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده. احبال بس، احبال، احبال. طيب نعمل بقى دي. ايوه بليز. ده ايه ده؟ نعمل دي. اوكي عايزين نقفل دي كمان. تعال 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 تعال. حد ياخد دي؟ لا لا حد ياخدها قبل ما تمشي. انا بحسب. عايزين نعمل دي كمان عشان نبقى قفلنا كده المربع بالصلاه على النبي ونقعد نصطاد لنا شويه. هو انا مش عارف لحد دلوقتي الاكل والشرب ما بيقلوش ليه، والقرش لحد دلوقتي ما ظهرش. وهو الليل دخل اهو غالبا فهيظهر هنا. ويب كده مش عارف يعني نوعا ما ظبطنا الدنيا. عايزين نعمل سرير برضه يا جدعان. عايزين نعمل، احنا لسه ليفل 6، السرير في ليفل 9 صح؟ لحظة بس كده خلينا نتأكد. السرير فين؟ وات؟ لا السرير مش من هنا، السرير من هنا. خلينا ناخد البرميل ده برضه. السرير بكام يا صاحبي؟ ليفل 9. والحاجات دي صندوق. يا تصدقوا لي في حاجات كتير قوي انا ناسيها يا اخي. وسلم. وده ايه ده؟ بطانية ولا ايه؟ اوكي ودي سجادة. واو تصدق اللعبة فيها حاجات كتير. ودي ايه؟ شمعة. اوه ماي جاد تصدق ده. وده فرن متطور. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ودي راس القرش اللي احنا هيذبحه اللي هو اصلا مش راضي يطلع. طب دي احنا لازم نجيبها عشان نعملها. خليها بس كده ناخد نظرة للحاجات. والله كنت عارف، كنت عارف ان من ضمن الحاجات لازم راس قرش. اللي تحت دي بزازة ولا ايه؟ اوكي فهمت ازاي بنجيب المية. برميل الترش اللي معانا ده بنعبي بيه بقى من البحر وبنحطها هنا في جردل في الحلة دي ولا مش عارف في ايه. دي بقى غالبا اشعة الشمس تضرب فيها فتعملها ميه متفلترة فاحنا نشربها عادي. انت بتهزر يا ابني. هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه ليه؟ اللي معايا اتكسر. طيب نعمل لها واحد جديد يعني عادي. مش هو بيتعمل منين؟ انا نسيت. هات لنا الكرافتنج كده. هو ده. طيب بس يلا عايزين نعمل لها بقى واحد بحبل. ايوه بس كده احنا كده جامدين جدا. عايزين نقدر بقى نكمل دلوقتي. احنا بقينا ليفل 6. عايز اوصل بس 9 عشان اعمل سرير قبل ما نقفل اللعبه يعني. بس انا مش عارف اصلا ان احنا المفروض نعمله يعني نبني لنا مكان ونعمل قلعه قيطباي ونظبط الدنيا ونحتل عالم المحيط. وفي الاخر ماذا بعد؟ هتموت متحلل اصلا لان مفيش حد هتعيش معاه والبشر هينقرضوا من الكوكب. حضرتك بتقول ايه؟ اوكي دلوقتي ها يخرق. لقيت قلعه قيطباي. اوه ماي جاد وات. طب ايه اروح اتهور اخاطر ولا هي هتجيلي؟ تعالي انت. اعمل ايه؟ طب هو انا ممكن اتهور واروح ويا رب ما نقابلش القرش ويا رب ايه ده؟ صاحبنا القلعه هناك. انا عايز امشي معلش بليز. لا ما هو ما ينفعش. ايوه هي جايه لنا خلاص. اوكي اكتشفت دلوقتي ان احنا عشان نشغل الحاجات دي لازم نولعها بخشب. ولا يا باشا بخشب يابا وقول لنا الميه براحتك عادي. ايه اللي جاي ده؟ بالله عليك تعالى عليا، بالله عليك. انا مش عارف اجي لك يعني، مش عارف هم مانعيني. المفروض مانعيني، المفروض ان انا اقدر انزل. لا وغلبت امك بليز. ولا يا عمنا استنى انا معاكوا صدقني. انا جيت بالغلط هنا. بليز لا. حد يمسك البتاع ده.
يا جدعان ما ينفعش الكلام ده، حد يصطاده والله مش راضيين ينزلوني بليز. في حاجات كنوز جوه. طب اقعد ابني لغايه ما اروح له يعني ولا خلاص هو مشي؟ السلام عليكم. طب ايه دلوقتي يعني؟ هات يا عم السمكه دي يا عم نطفح يا عم. هات يا عم اخدها فين السمكه؟ مفيش مكان، خليها يا عم على النار كده. طب يعني والله الكلام ده ما ينفعش يعني، دي قله ادب. انا مش حد يسد لها البيت ده يا رجاله. ما ينفعش الكلام ده، انا هدخل اشتمكم كلكم دلوقتي يا عم وانت كمان بتطردني. ارحم امي العيان. يعني والله حرام الكلات كانت طبيعي الجامد دي تروح علينا. يعني هي كان في حد عايش غيري وعملها ولا ايه مش عارف، بس ان الكلعه دي تروح علينا يعني الدنيا قاسيه. يعني اخي هم مش راضيين ينزلوني مع ان المفروض ان انا اقدر انزل. ما اعرفش ليه بقى ايه الذل ده. لا يا عم برميل الترش او برميل الترش، وكان المفروض هنلاقي القلعه اختفت اهو. بس لا حرام يا جدعان والله لو كان ينفع ننزل. انا اصلا المفروض ان احنا نقدر ننزل. امال الناس اللي كانوا بينزلوا يحاربوا القرش تحت في الميه دول كانوا بيعملوها ازاي؟ قناه طبيعيه وما عرفناش نروحها مش عارف ليه. يعني المفروض ان انا اقدر انط عادي وانزل جوه المحيط واستكشف الكوكب، بس هم طبعا قاعديني في المتر في متر ده ما ينفعش اخرج منه. فهنحاول نكبر سفرتنا في المستقبل، ممكن اخفي الكواليس وطبعا مش هعملها لاني بكسل، وممكن معاكم في فيديو طبعا مش هعملها لاني بطول. فيب غالبا ده هيبقى اول واخر فيديو عن رافت. فاتوقع انك غطينا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ومع السلامه.